السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا رجعنا بعد فترة غياب، ولكن رجعنا لكم بمفاجأة وحاجة جامدة جدا، وهي ابديت للفيرجن بتاع تيك بايتس انستولر في 1 تمام، او الفيرجن الاولانية. عملنا ابديت جديد، والابديت ده فيه مميزات اكتر. يعني بص، حاجة من الاخر، وبدون كلام كتير خلينا نبدأ بعد الانترو. طيب زي ما انت شايف احنا معانا الابديت او الفيرجن 1.2 تمام. الفيرجن قعدت تستيتها حوالي شهرين ل3 اشهر، فمعايا حبه صحابي كانوا بيتستيتوا معايا، ولكن انا عملت لك حبه تعديلات وحبه بقى ايه اوبشنز كده هتودي الاداه دي في حته ثانيه خالص. فاول حاجه انت هتنزل الاداه بالشكل دوت تمام، مساحتها 320 ميجا، حاجه بسيطه جدا، ولكن هتنزل معاك مضغوطه بالشكل دوت. فهنستخدم اداه ال7 زايب او الوين رير لو عندك، وهتعمل اكستراكت هير تمام، اللي انت بس تفك الضغط. واول ما نفك الضغط هتفتح معانا بالشكل دوت. ببساطه جدا هنفتح الاداه تمام، فهنفتح الاداه كده وندوس يس. هنا هتبدا تعمل معاك تحمل معاك عادي جدا تمام. كل المواضيع دي اتحلت، الحاجات دي كلها اتحلت، المشاكل اللي كانت في الفيرجن الاولانيه حليناها هنا تمام. فاول ما تفتح الاداه هتفتح معاك بالشكل ده تمام، وهتفتح معاك بالصوت ده. فممكن نلغي الصوت، مش عايزين الاغنيه دلوقتي تمام. وهتلاقي بقى ان الشكل اتغير والحاجات كلها ايه بقى شكلها كده جامد، وكمان اليو اي او شكل البرنامج بقى اسهل عامه تمام، لان كانت في ناس برضو بتواجه حبه مشاكل في الشكل الاولاني. وزي ما انت شايف طبعا احنا حاطين لك الاسينشالز، واللي هي الحاجات الاساسيه طبعا، اللي هي المايكروسوفت فيجوال والدايركت اكس والفيزيكس والنفيديا جي فورس ناو، وكمان هتلاقي الجي فورس اكسبيرينس تمام. لو انت عايز الجي فورس اكسبيرينس هتنزلها هنا طبعا، بينزل لك الحاجه من على الموقع الاساسي. يعني مثلا خلينا ننزل الدايركت اكس تمام، وهندوس انستول. زي ما انت شايف هيبدا معاك ينزل بالشوكولاتيه ديت اللايبرري اللي بينزل اللي بيستخدمها عشان ينزل الحاجات دي كلها. فزي ما انت شايف الدايركت اكس اهو تمام، هيبدا ينزل لك اللي هي فيرجن 9 دي اخر فيرجن، لو دخلت حتى شفتها على الموقع هتلاقي اخر فيرجن، وهينزلها لك من الموقع الاساسي او الموقع الرسمي. زي ما انت شايف https download.microsoft.com داونلود كذا 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 دايركت ايه 2010 تمام. فهو بينزل لك من موقع مايكروسوفت دايركت او الموقع الاساسي دايركت تمام. فكل الحاجات اللي بتنزل من المواقع الاساسيه اب تو ديت، فما تعتلش هم الموضوع ده خالص تمام. فخلينا ننزل الدايركت اكس كده ونستنى لحد ما ينزل تمام. وطبعا بيسطبوا لك وبيعمل لك كل حاجه سايلنت انستول، يعني انت مش عايز تتعب نفسك باي حاجه تمام، ولا حتى هتدوس نيكست تمام. فهنستنى لحد ما ينزل الاداء معانا. وزي ما انت شايف هنا 97% قرب يخلص، واول ما يخلص هيبدا يعمل لك انستولينج للدايركت اكس تمام. زي ما انت شايف بدا يعمل لك ليه انستول، انا ما عملتش اي حاجه، ما دوستش على اي حاجه، هو شغال مع نفسه بينزله لك ويسطبه لك ويعمل لك كل حاجه تمام. فحاجه جامده جدا يعني نستنى لحد ما يخلص تمام. طبعا الدايركت اكس بياخد وقت طويل شويه في التسطيب بتاعه، لانه بيسطب حاجات كتير تمام. والدايركت اكس ده من اهم الحاجات اللي انت لازم تسطبها عشان النسخه تشتغل معاك كويس تمام. ودلوقتي هو خلص الانستليشن والدايركت اكس خلص تمام. فندوس كلوز كده تمام، هيفتح لك هنا بس ايه صفحه اليوتيوب بتاعتي، ما تنساش تعمل سبسكرايب تشوف برضو الفيديوهات الاخيره او احدث الفيديوهات تمام. طبعا النسخه دي جديده، فهنعمل كده كونتينيو كونفيرم اند براوز تمام. ما تنساش تعمل سبسكرايب لو المحتوى عجبك تمام. المهم نرجع لموضوعنا تمام. زي ما انت شايف بقى هنا هتلاقي كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها في حياتك تمام. هتلاقي المايكروسوفت فيجوال بينزلهم لك من 2005 لاخر حاجه، الاي ام دي سوفت وير نفيديا درايفر اونلي، وهنا بينزل لك التعريف بتاع كارت الشاشه بس اخر اصدار برضو. وهتلاقي حاجات بقى كتير كده ايه اقعد تصفحها تمام. البراوزرز نفس الكلام تمام. زي ما انت شايف هتلاقي الفايرفوكس، جوجل كروم، بريف، سنت، ايويك، فالكون، انترنت اكسبلورر، مايكروسوفت ايدج، اوبرا، تور ده بتاع الديب ويب والحاجات اللذيذه. هتلاقي بقى ايه حاجات كتير تمام. اوبرا ديفلوبر، هتلاقي حاجات كده ايه كتير تمام. هتدوس برضو انستول هينزل لك الموقع، ولكن عشان ما اطولش الوقت بتاع الحلقه دي لان هو ممكن يبقى طويل فهنختصر الموضوع. نفس الكلام المالتي ميديا، هتلاقي هنا المشغلات الصوت بقى والفيديو والام بي سي 3 والحاجات دي كلها. ارشح لك احسن اتنين انا بستخدمهم عامه، هو البوت بلاير تمام والام تمام. الام ده بتاع الاغاني، والبوت بلاير بتاع الميديا زي الافلام والحاجات دي كلها تمام. والبوت بلاير ممكن يشتغل معاك برضو ام بي سي 3 وكده تمام، ولكن دول افضل اتنين انا بحبهم هنا تمام. انت برضو لو في حاجه انت عايزها عادي يعني تعامل تمام. البرنامج برنامجك يا باشا تمام. يوتيليتيز، عندك بقى في اليوتيليتيز يا معلم كل الحاجات اللي انت ممكن تحتاجها، الام اس اي افتر بيرنر، سي بي يو زد، فورمارك، هارد ديسك اسينشال ده اللي بيقول لك الهيلث بتاع الهاردات بتاعتك، كريستال ديسك اونفو، اس اس دي بنش مارك تمام، ده اللي بيعمل التيست بتاع الاس اس دي بتاع السرعه والحاجات دي كلها. تاسك بار تويكر تمام، ده بيعمل تعديلات في تاسك بار. نوشن، جرامرلي، هتلاقي حاجات كتير تمام. من اكتر الحاجات اللي بحبها هنا هي الكيو تي تاب بار تمام. فخلينا نعمل له انستول كده اوريك ده بيعمل ايه على السريع تمام. مساحته خفيفه يعني حوالي ميجا او 2 ميجا حاجه زي كده، يعني زي ما انت شايف اصلا ما خدش وقت في الداونلود، يعني مساحته عبيطه جدا. فهتلاقي ان الشاشه كده اسودت والدنيا اسودت لان هو بيعمل ريسيت للاكسبلورر تمام. فهنلاقي ان الانستليشن خلصت وهيفتح لك الصفحه بتاعه اليوتيوب، ولكن احنا هنقفلها. كل ده اللي هتلاقيه حبه عمل لك كده حبه تعديلات، انت مش هتلاحظ في اي حاجه، مش هتلاقي حاجه اتغيرت في النسخه، مش هتلاقي
حاجه حتى ايه، مش هتلاقي برنامج اصلا اتحمل على الجهاز. تمام، هنفتح مثلا كلمه الفيو دي ونروح على اوبشن. تمام، وهندوس عليها كده السهم الصغير اللي تحت دوت، وهتدوس على كيو تاب بار. تمام، اول ما تدوس عليه كده هتلاقي ان في حاجه غريبه ظهرت كده، اللي هو ايه، الكيو تاب بار ظهر لك هنا كده. تمام، اللي انت هتلاحظه بقى اكتر اللي انت مثلا لو دوست على السهم الصغير ده هيظهر لك كده اي بارتيشن انت هتحدده او اي فولدر انت هتحدده، هتلاقي سهم صغير كده هتدوس عليه هيحدد لك ايه اللي جوه البارتيشن ده وايه اللي جوه الفولدر ده. زي مثلا ايه، انت عايز تروح لاي حاجه هنا مثلا، يعني مثلا ايه، خلينا مثلا نروح للكيو تاب بار اللي احنا نزلناه وهنفتح الفولدر ده مثلا، وعايزين نخش على الفولدر ده، فهندوس كده كليك شمال هتلاقي ان هو فتح لك الفولدر. فايزي ايزي ايزي. تمام، ده بيسهل عليك الوقت واللي انت تشوف الحاجات اللي جوه الفولدر او البارتيشن بسرعه جدا. تمام، اداه لذيذه جدا انا بحبها وبستخدمها كتير قوي. مثلا عايز اشوف اي حاجه جوه الداونلودز، عايز اشوف اي حاجه جوه البارتيشن، بص لذيذه بدل ما تفتح وبتاع. تمام، نرجع لموضوعنا عشان ما ايه ما نشرخش في ايه وقت الفيديو. تمام، عندك السكيورتي طبعا، عندك المالوير بايتس غني التعريف، وحبت بقى اللي هي ايه النورد لوكر والحاجات دي كلها حاجات لذيذه، والسي سي كلينر. تمام، حاجات كلها معروفه يعني، انت ايه بص عليها كلها. عندك الريموت طبعا اهمهم التيم فيور. تمام، عندك الداونلود، عندك انترنت داونلود مانجر، وعندك كل الحاجات اللي الداونلود اللي انت ممكن تستخدمها. البيت كوميت دوت بتاع التورنت. تمام، وده من افضل برامج التورنت اللي انا بستعملها، البيت كوميت دوت اللي هو انت تنزل من التورنت وكده. والجي داونلودر، الجي داونلودر دوت جامد جدا، جربه. ده عباره ان هو بيجمع لك كميه لينكات كده وتعمل داونلود على طول مره واحده، يعني لذيذ، جربه او اقرا عنه يعني، او شوف فيديو ليه على اليوتيوب. تمام، عندك الميتنج طبعا مفيش غير زوم، سيسكو، تينيسنت، جوين. معلومه بقى حابب اضيفها لك، لو انت عايز وحابب ان انا اضيف برنامج مش موجود، تمام، كل اللي هتعمله هتيجي عند تيل مي ان اب تو اد. تمام، وهتيجي عند سجست دي وتمسحها مثلا وتكتب مثلا ايه اي بتنجان مثلا اي حاجه. تمام، او تكتب لي اسم البرنامج هنا، مش طبعا اللي انا كاتبه ده، وهتدوس سند. تمام، ده ببساطه في سيرفر للبرنامج انا مجمع عليه كل الاراء بتاعتكم. تمام، عشان ان انا اضيف البرنامج ده في الفيرجن المستقبليه. ففي لو برنامج انا مش ضايفه هضيفه في الفيرجن المستقبليه، يعني عشان انتوا تقدروا تساعدوني دايركت بدل ما انتوا تكتبوا لي كومنتات وكده، يبقى من جوه البرنامج ذات نفسه. تمام، فدي حاجه جامده جدا، وزي ما انت شايف هنا انا بقول لك شكرا على ريكومنديشن، وهيتضاف في الفيرجن المستقبليه. فدي حاجه سريعه جدا عشان ايه تقلل الوقت يعني. تمام، المهم هتيجي على الشاتنج. طبعا الصفحه دي موجوده في كل الصفح، يعني انت مثلا لو في براوزر مش موجود انا مش ضايفه هنا، هتقول لي في السجست اسمه وتبعت لي سند، وان شاء الله هضيفه في الفيرجن المستقبليه. تمام، مع التعديلات بقى والحاجات الاضافات. تمام، هتيجي بقى على ايه الشاتنج، مثلا عندك الواتساب والتليجرام والماسنجر، ديسكورد، مايكروسوفت تيمز، هيب شات، هتلاقي كل حاجه يعني. جيمز طبعا دي برامج الالعاب زي اورجن، ايبك جيمز، ستيم، يونيتي، كل حاجه يعني. تمام، وبلاي نايت والشيت انجن. الشيت انجن طبعا الناس اللي بتحب ايه تهكر اللعب الاوفلاين وكده يعني لذيذ. تمام، عندك الفي بي ان. الفي بي ان طبعا عندك كل الحاجات بتاعت الفي بي ان، انا ما اعرفش حاجه اكتر من كده، مش عارف يعني. لو ايه لو انتوا حابين برضو اكتبوا لي في السجست بتاعت الابس. تمام، وعندك الويندو. الويندو بقى هنا كده عايزك ايه تستمتع سنه. تمام، عندك هنا الويندو يا معلم، اول ما تفتحها كده هتلاقي ان مفيش اي حاجه ظاهره لك. تمام، ولكن لو دوست مثلا على تشوز ستايل هتلاقي انمي وموفيز وكرتون وجيمز. تمام، لو دوست على الجيمز مثلا او الموفيز والكرتون يا عم مفيش مشكله، هتلاقي هنا السيمز بتاعت ويندوز 10 اللي هي الخلفيه بقى والحاجات دي كلها. تمام، فعندك مثلا في الخلفيات هنا هتلاقي خلفيات بتاعت افلام وكرتون، ويعني هتلاقي ايه كذا حاجه. تمام، كل اللي انت بتعمله تحدد الخلفيه اللي انت عايزها، دوس انستول هينزلها لك ويثبتها لك ويكتف لك السيم، فحاجه جامده جدا. تمام، فخلينا ما نضيعش وقت كتير هنا برضو، يعني ايه قلنا الموضوع باختصار الشديد. تمام، وهنا برضو هتلاقي اختيارين، اللايفلي وول بيبر والوين ريرو تويكر. تمام، ده تويكر كده بيعمل تعديلات كتير في النسخه، يبقى نزله وبص عليه او شوفه على النت. تمام، اللايفلي وول بيبر تمام ده اللي هو بتاع الخلفيات المتحركه. تمام، فخلينا مثلا ندوس على اللايفلي وول بيبر ده كده ونستنى لحد ما ينزل. تمام، عشان بس اوريك الدنيا ماشيه ازاي. تمام، فخلينا نفتح اللايفلي وول بيبر ده ونستنى لحد ما ينزل معانا، فهنستنى شويه كده لحد ما ينزل او يلقط اللينك بتاعه. زي ما انت شايف لقط اللينك بتاعه وبعد كده بينزله. تمام، اللافلي وول بيبر بيحتاج حبه برامج بتنزل معاه، فهو برده هنا هينزلها لك ويتاكد ان هي متنزله. تمام، حتى لو مش موجوده هيتاكد ان هي متنزله. تمام، في برامج بيحتاجها زي فريم وير وحاجات كتير كده بيحتاجها. تمام، هيتاكد ان كل الحاجات دي نازله عندك قبل ما ينزل لك كمان البرنامج. تمام، فحاجه جامده جدا. تمام، حتى هنا هو بيتاكد ان الفيجوال ستوديو موجود اللي هو اكس 86. تمام، ما لقوش على الجهاز فبينزله. تمام، فحاجه جامده جدا، بدل ما تتعب نفسك في اللي انت تقول البرنامج مش شغال ليه وفي حاجه ناقصه وبتاع، لا هو بيظبط لك الدنيا. تمام، فهنستنى لحد ما يظبط الدنيا وينزل البرنامج. تمام، زي ما انت شايف هنا هو بينزل الفيجوال ستوديو الاكس 64. تمام، زي ما انت شايف كده هو بينزله من
موقع مايكروسوفت الرسمي، تمام. ودلوقتي هو دخل على اللايفلي وول بيبر بعد ما نزل كل الحاجات اللي بيحتاجها ويتاكد ان هي موجوده عندك، او لو مش موجوده بينزلها لك. دلوقتي دخل على اللايفلي وول بيبر، تمام. فهو دلوقتي بينزله، فهنستنى لحد برده ما يحمل معانا. زي ما انت شايف اللايفلي وول بيبر الايكون بتاعته ظهرت هنا كده، فمعناه كده ان هو نزل بنجاح، تمام. ولكن برده هنستنى لحد ما يظهر لك الانستليشن كومبليت ويقول لك ان كل حاجه تمام بالظبط، اول از جود. يبقى انت كده في السليم، تمام، اللي هو كله في السليم، تمام. وبعد كده هتدوس كلوز، وبعد كده في اللايفلي وول بيبر هيجيب لك تشوز يور باك جراوند تو داونلود ات، فهتدوس اوكي، تمام. انا حاطط لك هنا ايه الباك جراوند اللي انت مثلا تخش تنزل هنا باك جراوند وتضيفها. فمثلا خلينا نختار حاجه ايه، نخش على الموست بيبلر، تمام، في الموقع دوت، نقفل الاعلانات كده ونختار مثلا حاجه زي دي مثلا، تمام. تشوف كده الشكل لذيذه. وبعد كده هتدوس على داونلود، تمام. انا بوريك بس البروسيس كلها، تمام. وهنستنى لحد ما الداونلود يخلص، تمام. تنصحوني يا جماعه اتفرج على ناروتو ولا ما اتفرجش عليه؟ لان صراحه بشوف ان حالاته كتيره جدا فبكسل اتفرج عليه، تمام. ولكن بسمع ان في ناس ايه مدمنه ناروتو ده، تفهم. فما اعرفش، انا كنت بتفرج على اتاك اون تايتن وحبه حاجات كده اللي هو مش متابع انمي قوي يعني، او اللي هو متعصب للانمي. ولكن تنصحوني اتفرج على ناروتو ولا لا؟ تمام. ناس كتير بتنصحني، بس انا يعني ايه، انا بالنسبه لي المسلسل لو زاد عن 10 حلقات يبقى كده انا مش هتفرج عليه، لا كتير، تمام. فاتفرج عليه ولا لا يعني؟ قولوا لي في الكومنتات برضه، تمام. فهنا زي ما انت شايف انا نقلت الوول بيبر، انا نسيت اقول له انا بعمل ايه، نقلت الوول بيبر من الداونلودز للسي على اي فولدر، ماشي. ممكن تحطها في اي مكان عادي، ولكن انا بحبها هنا عشان ما تتمسحش او يحصل اي مشكله، تمام. وهنا يقول لك دونت فورجيت تو سبسكرايب، هفتح لك قناه اليوتيوب برضه، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تمام. فهنقفل قناه اليوتيوب كده ونفتح اللايفلي وول بيبر زي ما انت شايف، هنفتحه بالشكل دوت، تمام. ونستنى لحد ما يحمل، يلا بينا يلا، تمام. وهيبدا يحمل معاك بالشكل دوت، فنستنى لحد ما يحمل برضه. عايز اوريك ان البرنامج اشتغل ما فيش منه اي مشاكل يعني، ظبط لك الدنيا، فاهم. وزي ما انت شايف اللايفلي وول بيبر هيفتح معاك بالشكل دوت، ولكن احنا هندوس على اد وول بيبر لان احنا نزلنا وول بيبر، تمام. وهتدوس على تشوز فايل، وبعد كده هتدوس اوبن، وهتروح على المكان اللي نزلنا فيه او نقلنا فيه الوول بيبر بتاعتنا، وهنفتحها كده. وبعد كده هتدوس على اوكي، تمام. مش عايزين نسمي ولا نعمل اي حاجه، تمام، اوكي وخلاص. وبعد كده اللايفلي وول بيبر هيبدا يعمل لها لود، تمام. وبعد كده هنحددها وهنلاقي ان كله مشي في السليم السليم السليم، حتى مش محتاجين نحددها. زي ما انت شايف هندوس اوكي، ان هو بيقول لك بس ان هو بيبقى شغال تحت كده، وبعد كده ندوس اوكي. وزي ما انت شايف الوول بيبر بقت معانا بالشكل ده. ممكن البرنامج ده كده عشان ايه شكلها حلو. وزي ما انت شايف الوول بيبر بقت معانا بالشكل دوت، فحاجه جامده جدا، البرنامج اشتغل بدون اي مشاكل، حتى نزلنا وول بيبر، وريتك البروسيس كلها، تمام، بريفكتو، تمام. خلينا بقى نخش على المرحله اللي بعدها، هي مرحله التويكس. هنا حيث يحدث الماجيك، او هنا حيث يحدث الابداع، مش عارف اوصلها لك ازاي. طيب يا جماعه، انا وانا بسجل لقيت ان الفيديو هيطول قوي لو قعدت اشرح لكم في التويكس، فقلت ان انا اعملها في حلقه منفرده لوحدها، وكمان عشان اشرحها لكم وكمان ما تملوش من الفيديو. لو كملت لحد هنا انا حابب اشكرك جدا، لان انا فعلا بتكلم كتير، ولكن كنت حابب اشرح لك الاداه وان انا اوريك هي بتعمل ايه وايه جوه الاداه وايه الحاجات الجديده اللي احنا ضفناها، تمام. فكمان معظم الحاجات الجديده او 90% منها في التويكس، فالصراحه لقيت ان الفيديو ممكن يكمل 20 دقيقه كمان زياده، فقلت لا اعمله جزء تاني وابقى اشرح فيه التويكس دي. فهتلاقي الاداه في اللينك تحت في الديسكربشن، ما تنساش تنزلها وتقول لي ايه الدنيا وايه الاخبار. وعشان ما اطولش عليك اشوفك الفيديو الجاي، ما تنساش تعمل لي لايك وكومنت وسبسكرايب لو وصلت لحد هنا. مش عارف اقول لك ايه والله، شكرا بجد انك كملت معايا لحد هنا، وبدون كلام كتير مع السلامه.